السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. احنا مكملين في سلسلة تلخيص الكتب في رمضان اللي بنحاول فيها نوصل لأفكار عملية تساعدنا نعيش حياتنا براحة نفسية وسلام داخلي. في الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عن ازاي تعيش يومك بدون قلق، وازاي تطفي دماغك وتستمتع باللحظة بقى دي. بس في سؤال مهم، ليه بنحس دايما ان في حاجة ناقصة؟ ليه مهما حققنا بنحس اننا مش مكفيين؟ وده بيوديني لأول نقطة هنتكلم فيها النهاردة، وهم لما هحقق ده هكون سعيد. كتير مننا عنده القناعة دي، لما اوصل للهدف ده هكون مبسوط، لما اكسب اكتر هحس بالراحة، لما الناس تعترف بيا هرتاح نفسيا. الحقيقة ده وهم كبير، لان العقل دايما بيفضل يدور حوالين الحاجة اللي ناقصاك، ومهما وصلت الحاجة هيظهر لك شيء جديد ناقص. طب والحل؟ لازم نفهم ان السعادة مش في الهدف، السعادة في الرحلة نفسها. استمتع باللحظة اللي انت فيها بدل ما تفضل مستني المستقبل علشان تحس بشيء مش مضمون. اشتغل وحاول وبص للهدف، بس ما تنساش اللحظة اللي انت فيها دلوقتي يعني. وده بيوديني للنقطة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة، وهي عقدة الكفاية وازاي توصل لها. الناس دايما بتحس ان عندها نقص لانها مش محددة مفهوم الكفاية عندها. تخيل انك عايش حياتك بمبدأ انا مكتفي، مش محتاج اثبت لحد حاجة، مش مستني الحاجة اللي جاية علشان اكون سعيد. لما تبدأ تفكر كده هتلاقي نفسك اقل توتر واكتر سلام داخلي. ومعانا تمرين عملي بسيط كده، عايزك تكتب النهاردة 3 حاجات انت ممتن ليهم. يعني مثلا والدتك، والدك، زوجتك، ابنك، حد خلاك سعيد النهاردة. اي حاجة مهما كانت صغيرة. كل يوم لاحظ نعم حياتك بدل ما تركز على النواقص بس. ودي طبعا دعوة ليا وليكم، علشان خاطر انا برضك بتأثر بنفس الحاجات ديت. ولعلمك يعني ايها المشاهد الجميل، انا ذات نفسي بتعلم من الكلام اللي احنا بنذاكره او بنناقشه مع بعض ده في الكتاب الجميل الرائع ده النهاردة. وفي النهاية لو عجبك الكلام ده ومتفق معايا ان السعادة مش في المستقبل، اكتب لي في التعليقات ايه الحاجة اللي دايما كنت فاكر انها هتخليك سعيد ولما وصلت ليها اكتشفت العكس. وما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع باقي الحلقات اللي جاية. وبس كده، سلام.